قالوا إنه انتحر في فندق أوروبي بعيدا عن الوطن الذي خنقه بعشرية من دم ونار. لكن أين الجثة؟ أين التقرير؟ لا صور، لا تأكيد رسمي، كأن الرجل تبخر من الذاكرة كالوهم. خالد نزار، الرجل الذي وقع على بقاء الجمهورية بدماء الأبرياء، الجنرال الذي نحت الخوف على جدران البيوت وأسكت آلاف الأمهات بصمت الدولة. كم من طفل ولد يتيما، كم من جثة دفنت بلا اسم، وهو يجلس في مقر القيادة هادئا يكتب الأوامر كما تكتب المذابح. الانتحار أم تهريب ناعم للحقيقة؟ حين تكون الدولة أداة في يد الجنرالات، حتى الموت يصبح كذبة محسوبة. هكذا تغلق ملفاتهم، بخبر يتيم، وبقبر لا يحمل اسما، وبوطن لا يجرؤ على السؤال.